سبب للدروب اللي حصل لفرقه نادي الاتحاد في اخر 3 مباريات. كابتن اكرم، كابتن حماده معانا، معانا رئيس نادي اسوان دكتور حسن عبد القادر. طبعا دكتور حسن، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا فندم، الله يخليك. مبروك على الماتش النهارده اولا. الله يخليك يا كابتن. اداء رائع من الفرقه، ولكن يعني في نقطه يعني طبعا جت لينا او يعني سمعناها وعايزين نعرف هي حقيقه ولا لا، ان حضرتك عايزين تنسحبوا من الدوري. يعني انا حضراتكم تحطوا نفسكم مكاني، انا ما عنديش فلوس، لا فندق عايز يستقبلني في القاهره، كل المديونيه يعني طفح الكيل، وهنا فندق اسوان يعني يكاد طرد اللعيبه يعني، وبعدين ما عنديش مواصلات، ما عنديش اتصل بيا معالي الوزير الحقيقه وقال لي ان هو هيصرف في مبالغ معينه، فالحمد لله يعني ان شاء الله تتفك الازمه يعني. طيب يعني طبعا يعني الحمد لله طبعا دلوقتي يعني سياده الوزير كلم حضرتك النهارده بعد ما انت صرحت كلمني يا فندم، كلمني اثناء المباراه. ايوه يا فندم. قرار نهائي ايه طيب حضرتك؟ لا ما انا يعني ان شاء الله هتصلنا الفلوس، واحنا بنثق في قرارات الوزير ان الفلوس هتصلنا باذن الله تعالى، ونقدر نسدد جزء من مديونتنا يعني. طيب ان شاء الله. احنا يهمنا طبعا ان فريق اسوان الممثل الصعيدي يبقى موجود في الدوري الممتاز، والاداء الرائع اللي هو موجود فيه النهارده بدايه من المباريات قبل كده يعني والنهارده، فوجوده مهم طبعا في الدوري الممتاز. احنا بنمثل الصعيد كله يا فندم، ما ينفعش نص مصر يعني ينالها ما ينالها، يعني يجب ان احنا يعني بنمثل صعيد كله، الصعيد كبير يا كابتن محمد يا فاروق، يعني مش صغير يعني عشان يبقى مهمل. دكتور حسن، طب يعني حضرتك واقع في مشكله، فين المحافظه اولا؟ فين رجال اعمال اللي موجودين في محافظه اسوان؟ والله المحافظ جه عندنا وشرح الراجل موقف المحافظه، وقال يعني الظروف ماديه ما تسمحش حاليا، وقال انا هقف مع الفريق، في مطالبه عند الوزير يعني. بس يعني الراجل مشكور يعني عامل اللي عليه، ولكن الفلوس ما فيش في المحافظه الحقيقه. طيب معانا كابتن اكرامي وكابتن حماده مصر موجودين معانا في الصوره بيسلموا على حضرتك، وكابتن اكرامي عايز يتكلم معاك. يا دكتور حسن، وحش افريقيا العظيم، ربنا يبارك لك يا حبيبي. انت يعني فرقه اسوان عامله لي مشكله بصراحه. يا فندم عامله لي مشكله فرقه اسوان، ان انا المباراه اللي فاتت قلت بتمنى ان اسوان يكسب، والنهارده قلت بتمنى ان اسوان يكسب، ووعدتك ان انا اجي اسوان ورحت اسوان، بس للاسف كنت في القاهره، كان عندكم مباراه مع الداخليه او مع اتحاد الشرطه، مش متذكر يعني. والله احنا حظنا وحش يا وحش والله. ربنا يبارك لك يا دكتور. اسوان كلها بتحبك يا كابتن اكرامي والله، وانا بحب شعب اسوان وبحب شعب الصعيد كله. والله شعب اسوان بيحبك جدا يا، احنا نص الولاد الصغيره عندنا اسمهم اكرامي يعني. ربنا يبارك لك فيهم يا دكتور. على فكره انا قبل حضرتك بس ما تيجي معانا على الهوا كنت بتكلم عن المشاكل الماديه اللي بيعيشها نادي اسوان، بس على ما اعتقد يا دكتور يعني لازم يكون في تكاتف، حتى لو المحافظه يعني زي ما حضرتك بتقول ان المحافظ قال ان الظروف الماديه صعبه شويه، لا لازم برضو المحافظ يكون ليه يد في ان انتوا تخرجوا من الازمه بتاعتكم ديت يا دكتور، ما ينفعش انه يتخلى عنكم. احنا كل سفريه يا فندم بتمثل لنا عائق، يعني لا تتخيل، فنادق هنا وفنادق هناك وطيران يعني شيء مش طبيعي يعني انا مش عارف، النادي شعبي يعني، نادي مسؤول من الدولة، أنا مش نادي قطاع خاص ولا هو بتاعي حضرتك، أنا مش عارف يعني، ولكن الوزير اتكلم معانا النهارده ووعدنا خيرا إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله يوفوا بعضه بإذن الله يا دكتور. بنشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا. إن شاء الله